كي تبقى أجواء غير مستقرة تميز يوم الغد المناطق الشمالية، تارة صفاء تارة أمطار عابرة، قد تتساقط بعض الثلوج على القمم التي يقارب عضوها 1300 متر. الأمطار بإذن الله ستمتد على شمال الصحراء وكذلك الواحات لغاية الجنوب الشرقي، تكون على فترات سحب عابرة ستشهدها الصحراء الوسطى وأجواء مشمسة بالجنوب الغربي إلى غاية أقصى الجنوب ومرتفعات الهوغار وتاسيدي. ستنتشر بعض الذوبان الرملية بالصحراء الوسطى إلى غاية أقصى الجنوب. الحرارة خلال ليلة اليوم لغاية فجر يوم الغد تتراوح ما بين درجتين تحت الصفر إلى غاية درجة واحدة، هذا بالمناطق الداخلية 7 إلى أو 6 إلى 8 درجات بالسواحل، 5 درجات فقط بغرداية، لن تتعدى درجتين ببشار، 4 درجات بإليزي وجانيت، 7 درجات بتندوف بني عباس إن صلاح وتمن راس، ترتفع إلى 11 بإنجزام. أما عن الحرارة القصوى تبقى البرودة محسوسة خلال يوم الغد، لن تتعدى 15 بالسواحل، 8 درجات فقط بالجلفة، كذلك عين دفنة سعيدة والبيت 10 درجات بقسنطينة. أما جنوبا 14 فقط بغرداية وبشار، 18 درجة بتندوف بن عباس أدرار تيميمون وإليزي، وترتفع إلى 27 درجة بإنجزان. البحر خلال يوم الغد يكون مضطرب إلى قليل الاضطراب على كل السواحل، رياح معتدلة لكن أحيانا تشتد بسواحل الوسطى بتقارب 50 كم في الساعة، تأتينا شمالية شرقية على كل السواحل، أحيانا تكون شمالية تماما بسواحل الشرقية. شروق الشمس صبيحة الغد على مستوى العاصمة سيكون في حدود الساعة 7 صباحا و53 دقيقة، والغروب على 5 مساء و34 دقيقة. إلى اللقاء.